نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله. هنعمل أجمل كفتة مشوية. معانا نص كيلو لحمة، بصلاية كبيرة مفرومة فرم ناعم ومتصفية، معلقة، ودي أهم حاجة في الوصفة بتاعتنا، معلقة يا إما طرب مفروم يا إما ليا مفرومة، معلقة كبيرة كده مليانة، وعشان نفرمها وتدينا الفرم الناعم ده تفرموها وهي متلجة. التوابل بتاعتنا لورا ناعم، حبهان بودر ناعم، 7 بهارات، جوز الطيب، شطة، فلفل أسمر، سكر وملح، يا إما بدل السكر ممكن نحط عسل أبيض يا إما عسل أسود. هنضيف بيكنج باودر ومعلقة نشا، ممكن نحط بدل معلقة النشا برغل ناعم، برغل ناعم ويكون كمان مغسول ومنقوع. تمام كده حطينا كل المكونات. هنحطه دبس رمان، معلقة لمعلقتين دبس رمان بيخلي الكفتة حلوة جدا. كمان تقدروا تضيفوا الخضرة اللي هي البقدونس، نفرموه فرم ناعم ونضيفوه على الكفتة. هنا كده خلاص عجنتها وبقت تمام معايا زي ما انتم شايفين. هبتدي اروح بيها على طول على الشوي، مولعه الفحم، محضره السلك بتاعنا عادي. هتصبعيها مش لازم سيخ عشان نعمل كفته مشويه، لا هتصبعوها عادي بالسيخ برضو، بسيخ واحد، وتطلعوها من السيخ يعني كانك هتعمليها بالظبط في الصينيه، وترصيها على السلك. اهم حاجه لما تتشمع من تحت على طول تقلبيها بالشكل ده، وهنفضل نقلب فيها كده من ناحيه للتانيه لحد ما تستوي معانا تماما. ودي النتيجة بقى. اكتبوا لي رأيكم ايه في التعليقات، بجد كان طعمها في منتهى الجمال، وزي ما انتم شايفين هي ما كشتش معانا كتير، حجمها حلو جدا وطعمها كان في منتهى الجمال. جربوا التتبيلة بتاعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.